عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مطبخ يسرى، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم هاد قوالب الكيش اللي كنحضروهم وكنخليوهم في الثلاجة او في المجمد وقت ما بغيناهم كنجبدوهم. كيجيو رائعين، مذاقهم زوين بزاف. لجميع المملحات ديالكم غادي تبقاو معايا في المقادير وطريقة التحضير ديالهم في هذا الفيديو. بالنسبة لقوالب هاد الكيش غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق يكون نوعية جيدة ومنخول، 120 مليلتر ديال الماء عادي من الصنبور، نصف كأس ديال زيت زيتون، بيضة كاملة، نصف معلقة صغيرة خردل أو مطارد، نصف معلقة صغيرة ملح، نصف معلقة صغيرة خميرة الخبز، وعندنا نصف معلقة ديال الزعتر. غادي ناخدو الدقيق ديالنا، غادي نضيفو عليه جميع المكونات، نضيفو الخردل، ونضيفو زيت زيتون، وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى نحصلوا على عجين مرمل على هاد الشكل. نخلطوا مزيان. وبالنسبه للمقادير غادي نخلي لكم مقادير حتى بالكوب في صندوق الوصف. وهذا هو الخليط ديالي من بعد ما رملته على هذا الشكل. ولا لاحظتوا في المقادير انا ما درتش الزبده، واللي غادي يسولني على الخميره ديال الخبز علاش درتها. الخميره ديال الخبز هي اللي كتخلي العجين ديالنا رطب في عوض الزبده. دابا غادي نضيفوا البيضه، وغادي نضيفوا الماء، ونجمعوا الخليط ديالنا على هذا الشكل. وهذا هو العجين ديالي من بعد ما جمعته. انا غير جمعته بدون دلك، كيجي على هذا الشكل. انا غادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق وندوزو نشكلوه. ومن بعد ما ارتاحت لنا العجين غادي نرشو سطح العمل بحال هكا شويه ديال الدقيق، وغادي نجيبوا العجين ديالنا وغادي نسرحوه بالمدلك. من بعد ما سرحنا العجين ديالنا غادي نقطعوه بواحد الدائره او حاجه على قد ليمون اللي غادي نديرو فيهم. وغنجيبوا القوالب ديالنا اللي على هذا الشكل، وغادي نحطوا فيهم العجين ديالنا ونقادوه الوسط. ونعمروا القوالب ديالنا على هذا الشكل، ونكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا القوالب اللي عندنا. انا هنا عمرت 6 قوالب صغيره، وغادي ندير العجين المتبقي في قالب اكبر. على هذا الشكل. الا بغيتوا ديروا قوالب صغيره فقط غادي تعطيكم تقريبا 12 حتى ل 14 قالب صغير، ولا بغيتوا ديروا واحد الصغار والكبار تخرج لكم 6 قوالب صغيره ووحده كبيره على هذا الشكل. من بعد ما كملنا العجين ديالنا كامل غادي ناخذوا هاد القوالب وغادي نعملوا فيهم ثقوب على هذا الشكل بالشوكه او الفرشيط باش ما يتنفخوش لينا في الفرن حتى في الجناب. وعلى هذا الشكل حتى نكملوا القوالب ديالنا كاملين. وغادي ندخلوهم الفران اللي مسخن على 180 درجه تقريبا 7 حتى 8 دقائق، غير نحسوا بالعجين ديالنا تشمع ونخرجوهم من الفرن.
وهادو ما قوالب الكيش اللي حضرت معاكم، كيجيو على هذا الشكل. القالب الكبير تبارك الله راه كيدير تقريبا ل5 الافراد او 6 الافراد، والقوالب الصغار فرديين كي كتشوفوا كيجيو زوين بزاف. انا هنا غير شمعتهم بالضبط، خداو ليا 8 دقائق في الفرن، وطفيت عليهم الفرن وخليتهم بردوا شويه وحيدتهم من القالب. كيتحيدوا بسهوله كي كتشوفوا هنايا. هاد الصغار كيجيو زوينين على هذا الشكل. بالنسبه للتخزين ديالهم، الا بغيتوا تخليوهم في الثلاجه فقط يبقاو معاكم تقريبا اسبوع، ولا بغيتوا ديروهم في المجمد كيبقاو معاكم صالحين لمده 3 اشهر. وقت ما بغيتوهم جبدوهم وعمروهم كيف ما هما ودخلوهم الفران. صراحه المكونات ديالهم كاملين كيجيو فيهم باينين زوينين، نعطيهم واحد المذاق رائع. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وهكذا يكون الفيديو ديالنا ديال اليوم كمل. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد من قناتكم مطبخ يسرى.